الفيديو ده مش ليكم المرة دي، الفيديو ده لصاحبتي وحبيبتي منى أمنية. أمنية بصراحة كانت متضايقة وعيطت، وانا أمنية دي بالنسبة لي مؤخرا بقت كأنها انا بالظبط، فاللي يستهون بدموعها كأنه استهون بدموعي. قررت اجيب لها هدية هنعملها مع بعض وهنفاجئها في وقت غير متوقع. انا قلت لها ان انا هروح لها، قلت لها ان انا بشتري حاجه من ناحيتها يعني من فيصل، وان انا بشتري حاجه وايه ابقى اعدي عليها كده. فقلت لها لو فاضيه هعدي عليك، فهي مش متخيله بقى، مش هتبقى متوقعه اصلا. فهفاجئها يعني عشان مش قادره اعدي اليوم كده من غير ما اعمل لها حاجه. والمشكله ان انا ما بعرفش اواسي صحابي لما بيبقوا زعلانين، بعرف افاجئهم بس. فيلا نعمل لها هديه مع بعض. انا عشان رايحه لها عند البيت، فانا هصحى انها تلبس الطرحه كاننا مثلا هننزل نتقابل، اقول لها بس هطلع لك الاول والبسي الطرحه وكده، عشان عايزه اوريكم رياكشنها او رده فعلها ونوثقها مع بعض وانا داخله لها بالهديه وكده. لو عرفت يعني، لو ما عرفتش كده كده هي هتبقى فرحانه بالهديه. انا روحت البيت واول حاجه هحطها لها في البوكس الحاجات دي، عشان هي بتحب الماسكارا دي قوي وانا كمان بحبها. وجبت لها الفاونديشن ده تمام، واستنى جبت لها ده اللي هنغلف بيه الهديه. بصوا بقى، حرفيا انا بعمل معاها الحاجات اللي كان نفسي حد يعملها لي. انا واثقه انها هتبقى مبسوطه بالهديه دي قوي. جبت لها النوت بوك دي، فيلا بينا نلزق الحاجات دي كلها واخلص الهديه واجيلكوا اوريكم شكلها من بره. والله يعني انا حاولت اظبطها عشان انا مش خبيره في هذه المهنه. معلش يا امنيه مجهده شويه. يلا بينا. خدنا الهديه وطالعين. مسافه الطريق قلت لها قدامي ربع ساعه وانا قدامي نص ساعه، شايل هم الرجوع بس مش اكتر. انا حاليا وصلت قدامي دقيقتين. امنيه قالت لي هتنزل تاخدني، فاستعد عشان نفاجئها. انت زعلانه بس. نفذنا المهمه. من على الاول اللي زعل فوق على اللي زعل. حد زعل البسكويت ده؟